أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نار كاسة. بيسعدنا أن نستضيف في هاي الحلقة واللي راح تكون بعنوان دور المؤسسات الشركسية في دعم الحياة السياسية في الأردن، كل من الأستاذ عاهد صواي صوبر رئيس جمعية قامة التعاونية للمنفعة المتبادلة، والأستاذ ممدوح باشا نباص رئيس منتدى الحاكمية والحقوق. أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا بك. يا أهلا. طبعا احنا حكينا انه بدنا نبلش بالسؤال زي الأدية خيابزة من الأكبر عمرا، فبالتالي أستاذ عاهد صواي راح نبدأ معك. احنا نعرف بأنه المملكة الأردنية الهاشمية خاضت من فترة وجيزة ما يعرف بإعادة هيكلة الدستور أو إعادة هيكل النشاط السياسي في الأردن. اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تشكلت بهدف تحديث الأمور السياسية، وهذا بيعني أنه إحنا الدستور اللي سائد منذ عشرات السنوات منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن كمجتمع شركسي لنا حقوق ولنا واجبات ومسؤوليات ضمن هذا الدستور، ونرى هذا الدستور بأنه كان عادل ومنصف. يعني بالمجمل العام عم نحكي مجتمعنا الشركسي بشوف انه هذا الدستور والنظام منصف، والان تاتي فكره جديده للتحديث، والتحديث طبعا بالمجمل العام هو شيء كويس وبناء، والتغيير للافضل دائما شيء كويس، ولكن يجب ان تراعي حقوقنا وحقوق كافه الاردنيين. ولكن احنا عم نتكلم حاليا في هذه الحلقه عن ما لنا كمجتمع شركسي وما علينا، وكيف احنا بنقدر انه نحافظ على حقوقنا. فما رايك استاذ عاهد؟ هل التوعيه السياسيه في المرحله الحاليه والاهتمام بالنشاط السياسي هل هو مسؤوليه طرف معين؟ يعني احنا عندنا اعيان، عندنا نواب، عندنا وزراء سابقين، عندنا مؤسسات شركسيه، وعندنا افراد مهتمين بالسياسه، عندنا نشطاء عم بيحاولوا انهم يدخلوا بانتخابات. فبالضبط احنا كمجتمع شركسي مشان ننظم اوراقنا من اين نبدا؟ ومسؤوليه من تنظيم عمليه التوعيه السياسيه مشان نطلع بافكار بتخلينا نوصل صوتنا كمجتمع شركسي للمحافظه على حقوقنا. استاذ عاهد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مسيكم الخير جميعا. الواقع الوعي السياسي ليس مقتصرا على جماعة أو فئة معينة، ولكن هي مسؤولية جماعية. طالما أنت مواطن يجب أن تكون فاعل في هذا المجتمع ومشارك. لك أن تعرف حقوقك وواجباتك ومسؤولياتك، فالمسؤولية تتوزع على جميع الفئات اللي ذكرتهم، ليس مقتصرا لا على الرموز ولا على المهتمين، ولا على جميع فئات الشعب والمجتمع ككل، بدءا من الفرد والأسرة والمدرسة ومؤسسات رسمية، منظمات المجتمع المدني والجمعيات. واحنا كمجتمع شركسي ينطبق علينا كل هذا اللي ذكرته. من أسرة، أولا كفرد أنت لازم تكون واعي ما لك وما عليك، ولازم تعرف ماذا يدور حولك. الوعي السياسي هو أنك كإنسان تعرف واقعك السياسي والظروف، واقع مجتمعك ومنطقتك والعالم من حولك كمان، وكيف شو لازم تعمل حتى تواجه التغييرات اللي جاء قادمة. لازم يكون في عندك بدائل سياسية ممكنة ومتاحة اللي بتأثر على الحياة العامة كالمجتمع. في عندنا مشكلات سياسية يجب أن نكون واعيين إلها، متفهمين لها، وفي تغييرات قادمة يجب أن نكون جزء من هذه التغييرات. فإذا أنت كنت غايب عن هذه التغييرات ومش عارف
شو اللي ماشي في محيطك في مجتمعك فأنت لن تكون مشارك في صناعة القرار. وطالما أنت لا تكون مساهم ومشارك، يعني أنك أنت تنازلت طوعا عن حقوقك ومكتسباتك والأشياء اللي أنت اكتسبتها على مدى 150 عاما. فهذا الحكي بجرنا أنه يجب أن ننتبه كمجتمع شركسي، كأفراد وجماعات، أنه ننتبه ونعي، ولا لا يقودنا تجاهل الأحداث. وبقدر ما أنت تجاهلت الأحداث أنت خسرت خسارة كبيرة جدا، وخسرت موقعك ومكتسباتك. هذا تقريبا يعني بيقودني أنه أوعي الناس أنه لازم كلنا نوعى شو اللي عم بيصير حوالينا ونواكب التغييرات اللي بتصير. أستاذ ممدوح باشا، يعني الأستاذ عاهد صواي حكى بالمجمل العام أنه هي مسؤولية مجتمعنا الشركسي ككل، ولكن إحنا مشان ننظم هذا الموضوع بدنا إحنا ننظم هذه العملية. عندنا مؤسسات، عندنا مسؤولين، عندنا نواب، عندنا أعيان. كيف بدنا نبلش؟ كيف بدنا نخلي هذول الجماعات كلياتهم ينخرطوا في هذا الموضوع ويكونوا كلهم بيشتغلوا على نفس الخط، مش كل شخص عم بيشتغل بخط مختلف؟ كيف نستطيع أن ندمج كل هذه الخطوط مشان نعتبر أنه فعليا أصحاب الخبرة وأصحاب المعرفة وأصحاب الدراسات في هذا الموضوع في هذا الشأن كلهم منخرطين في العملية السياسية؟ كيف يمكن أن نقوم بهذا العمل ممدوح باشا؟ بداية نقول لكم مساء الخير، الله يمسيكم بخير الجميع. واسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر باسمي وباسم أعضاء منتدى الحاكمية والحقوق لقناة نارة الفضائية العزيزة علينا، عزيزة على قلوبنا، لجهودها المميزة. كل الشكر لكم، كل شكر للطاقم اللي أنتم بتشتغلوا معاه وبتشتغلوا معاه. حقيقي برأيي أن التوعية السياسية هو جزء ومسؤولية مشتركة بين شرائح المجتمع الشركسي بالتعاون مع باقي المؤسسات ذات العلاقة. المؤسسات ذات العلاقة هون أقصد فيها هناك شباب، هناك شابات، هناك صناع قرار، وأيضا لا ننسى هناك في مجال خاصة نركز على ذوي الإعاقة وغيرهم، هناك شرائح كثيرة من المجتمع. هذا لا يتم إلا من خلال اعتماد العديد من الأساليب والطرق التوعوية اللي هي إشراك، حتى نشرك أكبر عدد ممكن من المجتمع اللي هو الشركسي في هذا المجال. مثل إيش؟ هناك عقد ورشات عمل، هناك زيارات ميدانية، هناك أعمال تطوعية موجودة، وهذا جزء اللي احنا قاعدين نشتغل عليه بشكل عام من خلال مبادراتنا ومن خلال عملنا السياسي كمجتمع. باشا طبعا بنرجع للأستاذ عاهد صواي، وأنت ترأس جمعية قامة التعاونية، وهي مؤسسة تعنى بشكل أساسي بأمور اقتصادية، هي جمعية تعاونية وتعنى بالأمور الاقتصادية. ونحن نعلم بأنك لك ميول اقتصادية وتعمل بهذا الإطار، فإحنا بنحكي عن الاقتصاد والسياسة وأيضا ناشط في المجال السياسي. فما الذي يمكن لهذه المؤسسات الاقتصادية والناس النشيطين في العمل الاقتصادي أن يقدموه باتجاه العمل السياسي؟ ما الذي يمكن للمؤسسات الشركسية بشكل عام ضمن مختلف توجهاتها الثقافية والرياضية والاجتماعية؟ ما الذي يمكن لهذه المؤسسات مختلفة الأهداف أو مختلفة المجالات؟ هو الهدف واحد، هو الهدف بالنهاية مصلحة المجتمع، ولكن مختلفة التخصصات. خلينا نحكي، وإحنا عم نحكي عن النشاط السياسي الذي يهم الجميع ويرتبط فيه الجميع. ما الذي يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم به؟ المؤسسات الشركسية
ممكن تقوم في مبادرات للتوعية السياسية، للمساهمة في وضع برامج للإصلاح الاقتصادي. الاقتصاد هو سياسة بالأصل، لا يمكن أن يكون عندك إصلاح سياسي ما لم يكن عندك إصلاح اقتصادي. بعلمنا جميعا أن بؤر الفقر بازدياد واتساع، ونسب البطالة في ازدياد، الضرائب أرهقت جيوب المواطن، معدل دخل الفرد لا يتناسب مع غلاء المعيشة. كورونا أضرت كثيرا بصورة كارثية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبلا دعم ولا يذكر. المؤسسات الشركسية لديها أصول تقدر بعشرات الملايين، ممكن أن تكون مجتمعة متوحدة في متشاركة في القدرات، وتعمل بطريقة تفاعلية لاستثمار نقاط القوة والفرص المتاحة لمعالجة نقاط الضعف ومواجهة التحديات. احنا نواجه تحديات كبيرة الآن، فرض علينا واقع جديد يجب أن نتعامل معه. إنه الواقع الجديد في عندك مكتسبات كسبتها من قبل 150 سنة، والآن هذه المكتسبات قد تتعرض إلى مخاطر، وهذه المخاطر لا تستطيع أن تواجهها بشكل انفرادي إذا ما واجهتها بشكل جماعي. الفرد الآن ما عاد هو اللي يعمل لوحده، ولا يمكن ينجح لوحده. فعشان هيك احنا لما نوحد جهودنا ونوحد قدراتنا ونواجه هذه الأشياء اللي ذكرتها، الإنسان يعني أول أولوياته أنه الشاب الآن الشباب عندنا في المجتمع بده أولا لازم يشتغل، لازم يلاقي شغل، لازم يأمن راتب كويس اللي يقدر يتزوج يبني أسرة. وهذا الحكي ما بيقوده للعمل السياسي ويهتم فيه إذا ما أمنت له الحياة الكريمة والمعيشة الطيبة للشباب. فعشان هيك الاقتصاد أولا قبل السياسة، أو ممكن نمشي في خط متوازي. هذا تقريبا مؤسساتنا قادرة أن تعمل الشيء الكثير وتعمل تعالج كل هالنقاط الضعف اللي ذكرتها. وبالاقتصاد ممكن أن نحيي جميع المشاكل، نسكر جميع المشاكل اللي موجودة عندنا. وبالتالي هذا لا يمنعنا كمان أنه بخط موازي نطلع ما يجري على الأمور السياسية في المجتمع، حتى لا نكون آخر من يعلم ونخسر المكتسبات اللي كسبناها على ضوء جهلنا وعدم مبالاتنا في الواقع السياسي القادم. هذا تقريبا إجمال بشكل. شكرا أستاذ عاهد. باشا، طبعا بنفس الموضوع بنفس الإطار، احنا بنحكي عندنا 13 مؤسسة معنية بالشؤون الشركسية مسجلة رسميا في الأردن، بالإضافة لمبادرات غير مسجلة ولكن هي فعالة على أرض الواقع، وهذول جميعا عندهم اهتمامات مختلفة، والهدف المشترك بيناتهم هو أنهم عم بيشتغلوا لمصلحة المجتمع بكافة الزوايا، من كافة الزوايا، كان ثقافية أو اجتماعية أو إلى آخره. الحاكمية بالذات، المنتدى الحاكمية والحقوق بالذات، هو معني بالشأن السياسي، هو مسجل في وزارة التنمية السياسية، وبالتالي يعني أنتم هدفكم الرئيسي هو النشاط السياسي. فكيف تنظرون إلى باقي المؤسسات اللي لديها كوادر واسعة، لديها إمكانيات، لديها مواقع ممكن الاستفادة منها؟ فكيف تنظرون على التعاون اللي ممكن إنه المؤسسات
الأهلية اللي تعنى بالمسائل الشركسية، كيف يمكن أن تتعاون بالشأن السياسي على الرغم أنه يمكن يكون مش تخصصها هو الشأن السياسي؟ تفضل باشا. يا سيدي، أول شيء أنا يعني هذا سؤال قيم أو سؤال ممتاز، وأنا حقيقة بثمنه وبقدره. إحنا اللي زي ما تفضلت فيه عندنا المؤسسات الشركسية حوالي 13 مؤسسة رسمية موجودة عندنا. كل واحدة من المؤسسات لها خط تمشي فيه. يعني مثال، أنا كمنتدى وحاكم حقوقي يعني طابع سياسي قاعدين نشتغل فيه على الخط هذا. هناك بعض المؤسسات اللي هو تعاوني اقتصادي اللي هو زي جمعية قامة، لها توجه اقتصادي واجتماعي. وهناك بعض المؤسسات أيضا كما تهتم بمجالات الرياضة، في مجالات التثقيف، في مجالات اللي هو التوعوية، وكثير من هذه المجالات، وهي كلها بتصب في هدف واحد ومصلحة واحدة، إلى هو مصلحة اللي هو المجتمع الشركسي. حقيقي هون احنا هاي المؤسسات الشركسيه الفعاله احنا قدرنا نستثمرها ونشتغل مع بعض من خلال العلاقه الجانبيه والعلاقه الرسميه. المؤسسه قد ما بتعرف انت المنتدى هي جزء من هذا الاطار الموجود، وهي مؤسسه زي ما تفضلت تابعه وزاره التنميه السياسيه، وهناك في توجيه مباشر من قبل وزاره التنميه السياسيه انه انتم يا عمي، انتم هاي المنتدى لكم خطوط جانبيه توعوا الناس وتثقفوا الناس موجودين في هذا المجال. واحنا اشتغلنا على هاي الخطوط كلها كامله، ولكن هناك في يعني بنحاول انه في عده محاور رئيسيه نحاول نفعل في هذا المجال. اول شيء كان هناك شو الهدف من كان هاي التوجهات؟ اول شيء متابعه، اللي كان توجه متابعه القضايا الوطنيه والاطلاع على اللي هو تفاصيلها، وان تكون هذه الاطلاعات مبنيه على ما اعرفه على الحقائق وليس الافتراضات. يعني عندما نحكي حقائق يعني هناك الان في رؤيه واضحه من توجه الدوله ان هناك ايضا في اي مجال تقدر تشتغل فيه في هذا المجال. في عندك الان صدر الانظمه وقاعد تصل الانظمه، هناك تعديلات كثير دستوريه وتعديلات قانونيه قاعد تصب في الهدف الرئيسي، لذلك هو مبنيه على الحقائق وليس على افتراضات. واحنا لازم يكون في نشتغل في هذا المجال وفي هذا الاطار اللي هو احنا قاعدين نشتغل عليه. نقطه ثانيه، هناك ايضا هناك افكار وحلول بناءه لتوضيع اللي هو دائما نركز على دائره النقاش الوطني، الهم الوطني بشكل عام، وايضا هناك تداولها بعين الاعتبار ضمن عمل صنع القرار اللي هو الوطني. صناع القرار لما اقول وطني، صناع القرار السياسي لازم نكون احنا موجودين قريب منهم، ما نكون خارج الحلقه، دائما نكون داخل الحلقه وداخل المفهوم هذا التطور وهذا التوجه اللي هو احنا الدوله اللي شغالين فيه كمجتمع شركسي. انا بحكي وبركز هون كمجتمع شركسي لازم نشتغل ضمن هذا الخط، وهناك توجه برضو كمان نقدر نشتغل فيه. ايضا كمان هناك من خلال اطلاق المبادرات اللي هو الرسميه، مبادرات العمل ضمن اطار عمل مجتمع مدني بالتعاون مع القطاع العام لمعالجه كثير من الشؤون العامه للوطن والمواطن. هذه كلها يعني اخي دكتور، وان هناك بتصب في مصلحه اللي هو العليا الوطنيه للهم الشركسي الاردني. أشكرك باشا. أستاذ عاهد، يعني بوجودك معنا لابد وأن نتطرق إلى مؤسسة قامة كإحدى المؤسسات اللي بتهم المجتمع، بتهم الناس، بتهم الناس اللي عم يشاهدوا هاي الحلقة كمان، ومهتمين فيما يتعلق في وضع مؤسسة قامة. الظروف اللي مرت الاقتصادية أثرت طبعا على قامة، وكانت قامة بدأت في بمشروع اقتصادي طموح، ولكن تعثرت الأمور معها، والمجتمع يهمه يطمن على مؤسسة قامة، يهمه الجمعية لوين وصلت، شو خطتكم للخروج من الضائقة اللي أنتم موجودين فيها. لا شك بأنه عندكم خطط وعندكم آراء ممكن أنكم توجهوها للناس اللي عم بيشوفوا أنه صار في تعثر بجمعية قامة خلال الفترة الماضية. ما هي خططكم؟ وأرجو أن تطمئنونا بأنه عندكم خطط
اللي تخلي مؤسسة قامة ترجع للوضع اللي احنا نأمله كمجتمع؟ تفضل. الواقع قبل ما أدخل بهذا الموضوع، احنا كمجتمع شركسي نتقاسم، هناك لدينا نقاط قوة، نقاط ضعف، وفرص وتحديات. من النقاط القوة اللي موجودة في مجتمعنا وموجودة في قامة، وجود كفاءات علمية. هاي من الأشياء اللي ممكن تساعد في الخروج من الأزمة الحالية. طالما أنت موجود في الساحة وموجود، ما تراجعت وما انسحبت، فأنت لم تخسر لحد الآن. وجود كفاءات علمية ومهنية متميزة، في رؤوس أموال موجودة لدى الشركس، ولدينا أيضا كمان ممكن ننهض من جديد. توفر مؤسسات شركسية عديدة ممكن نتفاعل معهم، نتقاسم معهم، ونتشارك معهم في الرؤى والأهداف والجهود. سمعتنا الطيبة للشراكسة تعطينا ميزة إضافية عن أغلب الفئات الموجودة. في عندنا نقاط ضعف نتقاسمها جميعا كمؤسسات، إنه اللي هي تقريبا من بعض النقاط الضعف اللي موجودة في المؤسسات: الخجل الزائد والجمود في التعامل لدى بعض الشباب. بعدين السلبية في التعامل من قسم كبير في المجتمع. مجتمعنا صراحة يرى المشكلة ولا ينظر للحل. هذه سمة غالبة في المجتمع. ظهور جيوب الفقر مجتمعنا وتزايدها، وهذا اللي بيخليك تفكر إنه إحنا ليش لازم نتعاون مع بعض، ليش لازم نتشارك مع بعض. إنه إحنا قوائم جيوب المستفيدين من التكافل وغيره، القوائم عم بتزيد، وازدياد عدد العاطلين، هذا يخلي الناس يحجموا عن التعاون، عن الفكر التعاوني تقريبا. بعدين الفرص عندنا الموجودة مش موجودة يعني في عند أغلب الشرائح. ثقة المجتمع الوطني بالشراكسة، موصوفين بالأمانة والصدق والنزاهة والشفافية. تعاون من بعض الرسميين اللي في الدولة، حقيقة هذولا بتعاونوا مع المجتمعنا بشكل جيد. وجود كفاءات علمية ومهنية متميزة تستطيع أن تغير من الواقع السيء إلى واقع جيد كمان، وتستطيع أن تتكيف مع الظروف. توفر مؤسسات الشركسية العديدة ممكن تكون فرصة اللي يعطينا للنهوض مرة ثانية. التحديات اللي موجودة في الأردن كثيرة جدا. التحديات الاقتصادية صراحة أهلكت المجتمع ككل، مش بس المجتمع الأردني. بعدين ما عندناش إحنا دراسات حول مساهمة الشراكسة الفعلية في الاقتصاد الأردني، ونفتقر إلى قاعدة بيانات ومعلومات عن الكفاءات الشركسية. مؤسسة قامة تأسست منذ 7 سنوات تقريبا على فكر اقتصادي. لدينا 17 هدف تقريبا، وعملنا مشاريع صغيرة إنتاجية غير إنتاجية مثلا، وكنا يعني ماشيين كويس. وبالتالي حطينا هدف كبير لنعمل مشروع ضخم يوازي سيولتنا اللي موجودة، اللي هو مطبخ النرزان الإنتاجي. وكلفنا تكلفة كبيرة جدا، واستطعنا أن نأخذ منحة من وزارة التخطيط، جزء بسيط جدا من الكلفة الإجمالية. كلفنا ما يقارب 90,000 حتى سوينا هذا المشروع. والحمد لله المشروع كان يعني مقدر له بالنجاح، وخطط له هكذا لينجح، وتسويقيا ومواد 82 صنف من المنتجات الغذائية كانت مختلف الأصناف.
وكنا صراحة ومطبخنا يوازي 7 نجوم تقريبا، مطابق لكافة معايير الدولية والسلامة العامة. وبلشنا ننتج وصراحة وقاربنا أنه نبلش نكسب كمان. وفوجئنا بمجرد ما افتتحنا بعد 3 أشهر 4 أشهر فوجئنا أنه كورونا أقدمت علينا، وبالتالي هالإغلاقات وأوامر الدفاع المتراكمة ومتتالية، إذا أنت ما عندك منتج وفي عندك مصاريف وفي عندك 10 موظفين ومصاريف تشغيل موجودة عندك ومحلك مسكر، ممنوع تفتحه لا المناسبات ولا الاجتماعات ولا لأي مناسبة أخرى، ممنوع تمشي على إجريك، ممنوع توصل المكان. هذا الحكي كله معروف، ما بدي أذكر فيه. على كل إحنا هذا المشروع بكل شفافية صارحنا الهيئة العامة في اجتماع 16/10/2021 كان عندنا اجتماع هيئة العامة. احنا لا نخاف من انه نذكر انه خسرنا خسائر فادحة، ولانه هذا الواقع. اذا ما قيمت وشرحت مشكلتك وتعرفت عليها وعرفت اللي كمان مساهمين معك، انت ما راح تنجح. اي مشكله بتقدمها لقدام الا تلاقيها، لا، واجهها من الاساس، عرفها بشكل جيد وتشخصها وضع لها حلول. واحنا فعلا وضعنا الحلول. احنا الان في مرحله اعاده التقييم والمراجعه وضبط المصاريف، وضبطنا المصاريف، سكرنا كافة الالتزامات اللي علينا من حقوق عمالية، من التزامات المكتب سكرناه، ووفرنا جميع المصاريف. ما بقي علينا غير فقط الالتزام الوحيد الإيجار، لأنه إحنا مقبلين على تأجير بطريقة جديدة. بدنا لأنه ندير هذا الموضوع بمشروع تشاركي مع شريك استراتيجي أو ناس يجوا يتضمنوا هذا المشروع. وحقيقة هذا الموضوع عرضناه على جميع مؤسساتنا الشركسية وشاركناهم بالأفكار، وإحنا عرضنا عليهم أنه مشروع جاهز وبس عبارة عن تدخل وتنتج، ما راح تصرف أي شيء مصاريف رأسمالية. وكان التجاوب صراحة يكاد أن يكون معدوم. والآن نبحث عن شريك خارج مجتمعنا اللي احنا عرضنا عليه وما أخذنا أي جواب. وحطينا خطط بديلة لتجميع قدرات وتجميع رأس مال جديد، ومن ثم نبحث عن منح جديدة، وإن شاء الله حتكون قائمة من جديد وبعون الله. احنا خلصنا مرحلة الطوارئ ومرحلة الآن الإنسان اللي بيكون في غرفة الطوارئ، بدك توقف النزيف أولا وبعدين تشخص الأسباب وليش صار هالحكي هذا وشو اللي ممكن تساويه. وهذا اللي احنا ماشيين فيه تقريبا. وضعنا خطط برامجية للنهوض مرة ثانية إن شاء الله، قامة قادمة من جديد إن شاء الله. يعني المؤسسات أو الشركات عادة يحصل عندها عثرات، ونأمل أنه تكون هيئتكم العامة وإدارتكم قادرة على أنها تخرج من هذه الأزمة وتعيد قامة إلى الوضع الطبيعي. باشا ممدوح، يعني برضو الحاكمية يؤمل منها الكثير. عندكم كوادر يعني قادرة على العمل وعندها القدرة المعرفية على أن تخوض التجربة اللي أسست من أجلها هذا المنتدى. وبالتالي بعض الأفراد المجتمع بيطلعوا على منتدى الحاكمية بأنه ما زالوا بعيدين عن الأضواء،
ما زالوا إعلاميا غير متواجدين بشكل يعني بيرضي طموح بعض الناقدين. وبالتالي أين تخطط أين يخطط المنتدى؟ إلى أين يذهب؟ ما هي الخطوات القادمة اللي سيقوم فيها المنتدى؟ وهل لديكم نقاط قوة ونقاط ضعف؟ أرجو أن توضح الصورة بشكل أوضح وشمولا للمشاهد اللي يمكن ما بيعرف كثير عن المنتدى. تفضل باشا. يا سيدي أنا برضو كمان بشكرك على السؤال الجيد هذا. أول شيء بداية بس حاب إني أعرج على نقطة رئيسية. إحنا لما بداية تأسيس المنتدى بعام 2017 كان هو زي ما تفضلت هناك من الخبراء والأكاديميين الموجودين على طبعا في مجتمعنا الشركسي، وهو هم عندهم خبرة طويلة في هذا المجال، وقعدنا كثير من القعدات حتى قدرنا نطلع بمنتج سياسي، بمنتج خلينا نقول تطلعات روح الشباب لمستقبلا. كان مرجعنا حقيقي كنقطة رئيسية كان هناك في توجه انه الورقة النقاشية لجلال سيدنا اللي هو الورقة النقاشية الثالثة، خلينا نركز عليه هون. هاي الورقة كانت تركز على مضمون الوطن والمواطن، الوطن والمواطن. من هنا انطلقنا، احنا عندنا حطينا كثير من الاهداف، من الرؤى، من البرامج التثقيفيه والتدريبيه. ولكن هناك انا بالبدايه لازم يعني او بدي اوضح شويه بسيط عن رؤى المنتدى. رؤيه المنتدى، رؤيه المنتدى هي طبعا هي المشاركه الفاعله والمواطنه البناءه في الشؤون العامه للوطن والمواطن. هناك ايضا هناك اهداف لهذا المنتدى. انت لما تعمل اي تصور في اي مجال في هكذا مواقع او في هكذا توجهات، هناك اهداف. شو الاهداف المنتدى؟ هو تفعيل دور المواطن الاردني في كافه المجالات، سواء كانت سياسيه، سواء كانت اقتصاديه، سواء كانت اجتماعيه والثقافيه والامن الانساني بما يخدم مصلحه الوطن والمواطن. أما الخصائص الموجودة، هناك كثير من الخصائص، ولكن أريد أن أوضح نقطة هامة هنا، هي بناء تعزيز قدرات الشباب والشابات على أدبيات اللي هو المشاركة الفعالة في تحقيق وتفعيل المواطن في تنمية الوطن، بحيث يكون هناك في انخراط في الحياة السياسية. من خلال إيش؟ أول شيء هناك عدة تصورات وعندك تطلعات وعندك أفكار موجودة. حقيقة لما احنا كان لقاءاتنا وحواراتنا، يعني انتم زي ما تفضلت هناك شويه يعني عن الاضواء، ولكن احنا برضو كمان عملنا لقاءات، عملنا حوارات كثير مع باقي المؤسسات، يعني تقريبا حوالي 7 مؤسسات، خلينا نقول من مؤسساتنا اللي هو 13 قعدنا معهم وسولفنا معهم واعطيناهم شو الرؤى والاهداف والى اخره الموجود. ولكن بعد جائحه الكورونا صار في التحديد في الاجتماعات، وهذا اللي خلانا شويه نخرج عن الاضواء ونخرج عن اللقاءات. ولكن هناك ان شاء الله يكون هناك نشاطات، هناك تطلعات، هناك كمان رؤيه واضحه. من خلال ايش؟ هناك كان هناك كثير من المجالات اللي اشتغلنا عليها. اول شيء عمل لقاءات وحوارات مع الشباب، كانت هدفها الرئيس بالشباب طبعا والشابات، وهون بركز على الشباب والشابات لانهم هم المونتاج او القيادات. احنا في مصطلح عام سموه قيادات الصف الثاني. قيادات الصف الثاني، من هم قيادات الصف الثاني؟ هم الشباب والشباب اللي عندهم تطلعات وعندهم افكار، لانه هذا المجال اللي هم اللي راح يشتغلوا حي. من خلال ايش كان هدفنا؟ اول شيء كان هناك طبعا عقدنا ندوات اعطينا محاضرات تثقيفيه، واعطينا محاضرات توعويه، واعطينا كمان هناك كان كثير تواصل مع جمعياتنا بما يخدم مصلحه الوطن. وهنا بركز على مصلحه الوطن المواطن، لانه كثير من هاي التوجهات انه همنا الوطني وهمنا الوطن. ايضا هناك من خلال اللي هو التواصل مع الجهات الرسميه والاعلاميه بما يخدم اهداف رؤى المنتدى. قابلنا اللي هو وزاره التنميه السياسيه وقعدنا مع بعض، وكان هناك حوار ونقاش طويل ومعمق،
واعطونا خطوط عريضه موجوده تصب في مصلحه المنتدى، وعملنا برامجنا اللي هو الخطط السنويه المبرمجه اللي نشتغل عليه ضمن خطه منهجيه واضحه، ويكون هدفنا ان شاء الله اللي هو اظهار هذا المنتدى في هاي الكافه اللي هو المناحي المجتمع الشركسي. اشكرك استاذ عاهد. يعني احنا بنحب نخلي كمان المشاهدين اللي بيشاهدونا يتفاعلوا معنا في ملاحظه وسؤال من اخونا الفاضل الاستاذ رائد حكيم حدغاث. بدي اقرا لك النص كما وردنا بالضبط، وارجو ان تعلق عليه اخي عاهد. نحن نؤمن ان جميع المؤسسات والمبادرات تعمل من اجل مصلحه المجتمع الشركسي، والتنوع امر صحي، ولكن لابد ان نتفق ان كل جهه تعمل بمعزل عن الاخرى، وبالتالي لن يكون هذا مجزيا، ولن ننهض بالمجتمع اذا لم تتحد هذه المؤسسات ويكون هناك تشاركيه حقيقيه. نحن نقول دائما يجب ولا بد وينبغي ويتطلب ويفترض، ولكن ليس هناك ادنى سعي لتحقيق ذلك على ارض الواقع. وسؤالي هنا، من هي الجهه ومن هي المرجعيه التي بدها، انا لازم البس النظارات على فكره. سؤالي هنا، من هي الجهه ومن هم المرجعيه التي بدها ان تقود ذلك ليمضي الجميع وراءها من اجل تحقيق ذلك؟ من سيعلق الجرس ومتى؟ وهل نحن متاخرين ام لا زال امامنا متسع من الوقت؟ وهل سندرك ما فاتنا لطفا؟ طبعا استاذ عاهد، انت احد الاشخاص اللي اشتغلوا على موضوع المؤسسات الشركسيه واجتماع رؤسائها، وبالاضافه الى موضوع اللي عم بنشغل فيه حاليا المبادره الشركسيه للتوعيه السياسيه. فاجابه على اسئله اخونا رائد، ما الذي يمكن ان تعلق عليه؟ تفضل. والله بالنسبه لسؤال الاخ رائد، احنا الواقع من فتره بادرنا، سالنا هذا السؤال: من يعلق هذا الجرس؟ انا خرجت مره في مبادره على اساس نعمل خطه استراتيجيه، واستجابوا لها من طريق الفيسبوك، وهذا ادى الى التواصل معك دكتور باسل، وسويا عملنا انضجنا الفكره التعاون مع بعض، وعلى اساس نشوف مرجعيه اللي نحتكم لها نرجع لها حتى نقود المسيره للامام. وبالتالي خرجنا في فكره انه دعوه المؤسسات الشركسيه المرخصه رسميا، عشان ما حدا يجي يقول ليش انتم دعيتوا سين وصاد من الناس. انه حددنا بالضبط نقطه والشرط انك المهم انت كيف تجد نقطه البدايه وتنطلق منها. وانطلقنا منها وعملنا اجتماع رسمي، وخرجنا بمخرجات ممتازه جدا على اساس نعمل خطه استراتيجيه لمستقبل الشركس من هون ل5 سنوات قادمه. وفعلا تم تشكيل وعملنا مذكره تفاهم وافقنا عليها، وشكلنا من خبرات متميزه جدا لجنه تصيغ الخطه الاستراتيجيه، لحد الان هي قائمه، ولكن لظروف الجميع يعرفوها تماما لوجود الخلل اللي حصل في الفتره الاخيره بين المؤسسات الشركسيه والمعروفه بالمشاكل الكبيره اللي صارت، اجلت واخرت المسائل. وضعنا خطوط عريضه على اساس للتواصل مع الفئات الاخرى، مع الفروع، مع كافه الشرائح، تجمعات الشبابيه والجمعيات وفروعها وكافه المؤسسات، حتى نخرج في صوره ذهنيه لما نريد ان نكون عليه في المستقبل لمده 5 سنوات. وهذا شيء حاصل الان ولم يمت لحد الان، ولكن شويه تباطأنا فيه حاليا لظروف كلها معروفه لنا. وخطوه ثانيه كمان، احنا عندنا المجلس العشائري، كمان حاولنا نسوي مبادره تنميه سياسيه.
وأول اقتراح أنا اقترحته في هذه المبادرة توحيد الجهود، توحيد المبادرات. احنا كشركس يعني كلنا مطلوب منا نسوي مبادرات، ليس مبادرة باسل وعاهد وفلان وفلان وفلان، لازم كلنا نبادر في مبادرات ونوحد الهدف، ولكن الوسائل ننوعها وما عندنا مانع كيف ننوعها، والمهم كيف نصل. بدك تروح على العقبة، تيجي على الطريق البر، تيجي على الطيارة، مش مشكلة، بس أنت هدفك توصل العقبة، توصل هناك. احنا نريد مجتمع آمن ومستقر عنده حياة أفضل، نأمن حياة أفضل للمجتمع الشركسي. هذا شو اللي بده يحققه؟ بده يكون في عندك خطط استراتيجية وخطط وبرامج تنفيذية بالتشارك مع بعض، كل ضمن اختصاصه نتوزع الواجبات على بعض. هذا الحكي كمان أفرز. وكمان المبادرة السياسية الشركسية هي مبادرة من مجموعة من الشباب من مؤسسات وأفراد معينة تهتم في الشأن الشركسي، تهتم في أمور في المحافظة على مكتسبات الشركس، وعلى أساس نظلنا في الصورة دائما. وهذه المبادرة صراحة هي الموجودة الوحيدة الآن الموجودة، وآسف أني أقول الوحيدة، وأنه ليش إحنا الآن النخب السياسية ونخب المجتمع الأكاديميين وغيرهم ماذا ينتظرون صراحة؟ ماذا ينتظر؟ إحنا ما نادانا من بيوتنا وطلعنا لحالنا، بادرنا لشعورنا بالواقع المؤلم اللي إحنا عايشين فيه، وإذا استمرينا فيه رايحين إحنا نوصل لمواقع مظلمة جدا. فعشان هيك أدعو الجميع كمان إنه سؤالك يا أخ رائد إنه صحيح، إحنا يجب أن ننتقل من مرحلة الحديث إلى الفعل والاستجابة السريعة، ونضخ الطاقة الإيجابية، لأنه صراحة إحنا هرمنا من الطاقة السلبية اللي موجودة في المجتمع ككامل والمجتمع الشركسي بشكل خاص. فنرجو من الجميع أن يقدموا الاقتراحات، لا يقدمون المشاكل، يقدمون الاقتراحات والحلول ويقدمونها، واللي ما بيقدر يساعد كمان لا يضر كمان، هذا كمان مساعدة كمان لنا. شكرا. يعني طبعا هي في محاولات انه لتوحيد الصف، في جهود لتوحيد الصف. انا بعتقد كمان انه رؤساء المؤسسات الشركسيه بشكل عام توجهاتهم كلها مع توحيد الصف وبيجتمعوا مع بعض. والمبادره الشركسيه للتوعيه السياسيه اول ما انبثقت عقدت اجتماع مع رؤساء المؤسسات على اساس تحطهم بصوره ايش اللي صاير. وهي الفكرة بأنه عدم التفاعل الزايد عن اللزوم، على أساس أنه في نوع من الاطمئنان أنه الكوادر اللي موجودة بالساحة ممكن أنها تقوم بهاي الأعباء، وبالتالي فعليا الكرة في مرمى أو في ملعب المبادرة الشركسية للتوعية السياسية. لازم هم يتوجهوا، يمكن اللي يتواصلوا مع الجميع ودائما يحطوهم بالصورة إيش اللي عم بيصير، طالما انه في ثقه بانه المبادره عم تشتغل بالطريقه الصحيحه. ولا شك بانه المبادره جاهزه على انها تسمع اراء مختلفه واراء انتقاديه. لا يعيب سماع الانتقاد، بالعكس الانتقاد شيء واجب. التطور في المجال وتوحيد الصفوف يحتاج الى جهه معينه تبادر تنطلق، والمبادره الشركسيه احدى هذه المبادره الشركسيه السياسيه احدى هذه المبادرات التي ستسعى الى توحيد الصف. باشا، احنا خلينا نروح على الاطار الاردن بشكل عام. يعني احنا بنعرف انه كمجتمع شركسي طول عمرنا كنا نحترم ونؤيد ونعتبر من الاطراف اللي مؤيده بشكل كبير للنظام في البلد، ونعتبره النظام كان عادل، وخاصه اذا قارنا هذا النظام بانظمه من جيراننا اللي كان عندهم تجارب يعني خارجة عن إطار العدل، خارجة عن الاعتراف بالآخر، خارج يعني أنظمة ديكتاتورية، أنظمة ما بتعطي فرص، أنظمة حتى دموية حوالينا. فكان النظام الأردني
بالنسبة لنا كشركس كان نظام عادل، أعطانا حقوقنا، كان لنا كوتة، معترف بثقافتنا، معترف بتواجدنا. وبالتالي هذا العمل بادروا المجتمع الشركسي بنوع من الولاء للبلد وللنظام الحاكم اللي أعطى كل هاي الصلاحيات، واللي فعليا موضوع الكوتا هو موضوع يتعلق بحقوق الإنسان، بحقوق ثقافة معينة، فئة معينة تعيش في بلد، وأنت كنظام بتعطيها حقوقها بأنها تواصل حياتها، تواصل ثقافتها، تواصل الاحتفاظ بلغتها. النظام اللي كان موجود بالأردن مقارنة بالأنظمة اللي حوالينا فعليا هو نظام أثبت بأنه الأردن كل ما العدد فيها عم بيزيد، عدد السكان عم بيزيد، عم بيجونا ناس من خارج الأردن وعم بيصيروا مواطنين أردنيين، وبنفس الوقت الأردن محافظة على الأمن والاستقرار والنهضة على الرغم من إمكانياتها المحدودة. اليوم ضمن التجربة السياسية يراد أو في ناس عم بيحاولوا بقدر الإمكان أنهم ينقلوا تجارب جيراننا، بعض الأحزاب اللي أثبتت فشلها حتى الدول اللي انبثقت منها، بعض الأشخاص بدهم هاي التجربة إنها نحطها في الأردن. حلو، التطور كويس ولازم نخوض مزيد من الديمقراطية، ولكن مش على حساب الأسس اللي تأسست فيها المملكة الأردنية، واللي هي أسس كانت عادلة ووضعت الأردن بنهضة لم يسبقها مثيل على الرغم من التحديات اللي كانت موجودة فيها. فما رأيك انتقالنا لحياة هل يعني أن نفقد أصالة النظام الموجود في الأردن؟ تفضل يا سيدي. هو التوجه بشكل عام هناك في إصلاح سياسي، وإصلاح سياسي في الأردن هو منبثق من عدة مكونات رئيسية في هذا مجتمعنا الأردني. أيضا هناك توجه أن هذه الإصلاحات ومصلحة عليا أردنية. كيف هذه المصالح الأردنية موجودة؟ أيضا هناك اقترن بالنموذج الديمقراطي الأردني اللي تأسس من بداياته. هناك كان توجه موجود أن الديمقراطية في الأردن هو منهج ثابت واضح، وهذا كان توجهات القيادة السياسية موجودة. أيضا المجتمع الشركسي هو شريحة من هذه التوجهات السياسية، ونحن لا نكون خارجين عن هذا الإطار الموجود. ضروري نكون ضمن هذا المجتمع وضمن هذا المشاركة الشعبية اللي هو يكون وجودنا في هذه المواقع اللي بتنبثق كلها في هدف السياسة. احنا كثير من الشغلات اللي هو الدولة الأردنية مستقرة الحمد لله بفضل من الله رب العالمين، رغم الظروف المحيطة اللي بتحيط في هذا المحيط الخارجي، سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى المحلي، عفوا المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. هناك مؤثرات موجودة على هذه القارات، ولكن نحن يعني بقوة القيادة السياسية الأردنية وبقوة المنهجية الواضحة اللي قاعدين نستمر فيه، رايح نطور جميع هذه الأنظمة السياسية الموجودة بتهم في وطننا الغالي. أيضا هناك حق الدستور الأردني، في حقوق هناك مدنية، وأيضا هناك سياسية وواجبات، وأيضا هناك حريات. لا ننسى كمان هناك في وسائل إعلام وصحافة، هناك أيضا كمان مواقع إلكترونية قادرة على توصيل المعلومة اللي هو لجميع الشرائح، وهي سقفها لجميع المناطق اللي هو الموجودة تصل فيه. أيضا هناك في السلطات الأردنية اللي هو هناك في سلطات، الفصل بين السلطات، هذا مفهوم ديمقراطي واضح تأسس عليه الدولة الأردنية. أيضا هناك في اللي هو السلطات الثلاثة التنفيذية، وهناك القضائية والتشريعية، وهذه كلها بتصب في المصلحة اللي هو المجتمع، خلينا نقول في الهم الوطني الأردني، في المصالح السياسية الأردنية. احنا تجاوزنا في الوقت، وبالتالي راح أسأل سؤال أخير لكل منكم، وأرجو الإجابة أيضا بشكل مختصر.
أستاذ عاهد، المجتمع الشركسي أين مستقبله بعد سنوات، وأنت شخص تشتغل بشكل استراتيجي؟ لنفترض بعد 50 سنة المجتمع الشركسي أين سيكون؟ ما هو مستقبله؟ تفضل. الواقع طالما يعني الآن حاول أنك أنت تتمتع بنظر وسمع وحواس 5. حاول أن تغلق عينيك، وماذا ترى؟ لا ترى شيء. هكذا هو، هكذا نحن. طالما لا يوجد لك رؤية مشتركة ورسالة وأهداف مشتركة، فأنت تسير بطريق مجهول. لا تستطيع أن تحدد مسارك، وخارطة طريقك مفقود، ومحطة الوصول غير معروفة. فعشان هيك إنه إحنا المجتمع الأردني عامة والمجتمع الشركسي خاصة بيعيشوا بحالة لا مبالاة شديدة الخطورة صراحة، إذا لم نتداركها بسرعة. والغالبية يسودها إحباط شديد وعدم الثقة في معظم مؤسساتنا الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. وهذا بيقودنا إلى المعرفة ومحاولة إنه الوصول إلى إنه صياغة رؤية مشتركة. هذا واجب للمؤسسات الشركسية، واجب المجتمع، واجب القيادات اللي موجودة، النخب. لازم نعرف شو اللي بدور حولنا، حول المستويات. إذا أنت ما تزودت بالمعرفة، المعرفة تقودك إلى القرار السليم. وإذا ما عندك معرفة أنت لا تستطيع أن تصل إلى شيء. فإذا لدينا مخاطر وتحديات لا نستطيع أن نواجهها بشكل فردي وبهذا التجاهل اللي موجود. يجب أن لازم يعي كل واحد في مجتمعنا، إذا تخلينا عن منظومة القيم اللي كانت تشكل هويتنا الخاصة، واللي هي لغتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتراثنا وتاريخنا وحضارتنا، إذا احنا تخلينا عنها كما الآن نحن الآن، وحقيقة أصارحكم أنه هذا مؤلم جدا أن أنطق فيه، حتى أنه إذا كانت أن نخسر هويتنا، هي بمثابة انتحار جماعي وضياع لمكتسباتنا التي تحققت على مدى قرن ونصف القرن. ولنعلم جيدا أن من لا هوية له لا وجود له، ومن لا يملك اقتصاده لا يملك قراره. هذا تقريبا. أشكرك ممدوح باشا. يعني برضو كمان سؤال سريع، رسالتكم للمجتمع الشركسي لتحفيزه على التفاعل مع الأحداث الجارية. تفضل باشا. يا سيدي، أول شيء أنا بدي أوضح شوي شغلة، وبأيد الأخ عاهد أنه هناك في شوية عزوف عن بعض اللي خلينا نقول المشاركات الفعالة من قبل المجتمع الشركسي الحقيقي. وهذا طبعا ناتج عن شغله واحده بس. خليني بس بشغله بسيطه وبعدين اجاوب السؤال الثاني اللي تفضلت فيه. ان احنا ولاءنا ولاء مطلق للقياده. لغايه الان ما فيش عندنا تصور انه هذا المنهج الديمقراطي وخلينا نقول المناهج الحزبيه اللي الان ماشيين عليه والتغييرات المتسارع موجود، بدنا نتكيف معاه بطريقه مناسبه، بطريقه حضاريه، نقنع شبابنا ونقنع شاباتنا انه هذا المنهج اللي هو الصحيح اللي توجه الدوله الاردنيه فيه. اذا مشينا للخلف في ناس بيسبقونا كثير المجالات الاماميه، وهذا الحكي راح يكون ياثر علينا بشكل عام. اما رسالتي للمجتمع الشركسي هنا اطالب توحيد صفوف المجتمع الشركسي في المراحل القادمه، تنظيم التفاعل والتعامل مع المستجدات على الساحة السياسية الأردنية بأسلوب علمي مدروس، حريص على الدفاع عن مصالح ومكتسبات مجتمعنا الشركسي العريق. وأشكرك.
الأخوة الأفاضل، الأستاذ عاهد صواي صوبر رئيس جمعية قامة التعاونية للمنفعة المتبادلة، والأستاذ ممدوح باشا نواص رئيس منتدى الحاكمية والحقوق، شكرا جزيلا لمشاركتكم في هذه الحلقة من برنامج نارت كياسة اللي بيقدمه تلفزيون نارت. شكرا جزيلا لكم، وأعزائنا المشاهدين أيضا كل التحية لكم والاحترام، وإلى أن نلتقي معكم في حلقة أخرى. شكرا، يعطيكم العافية وشكرا لكم. تسلموا. تسلموا.